بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة اليوم في التفسير من الآية 22 إلى الآية 24 من سورة يوسف. قراءة هذه الآيات وتفسيرها. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي ولما بلغ يوسف منتهى قوته في شبابه أعطيناه فهما وعلما، ومثل هذا الجزاء الذي جزينا به يوسف على إحسانه نجزي المحسنين على إحسانهم. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أي ودعت امرأة العزيز برفق ولين يوسف الذي هو في بيتها إلى نفسها لحبها الشديد له وحسن بهائه، وغلقت الأبواب عليها وعلى يوسف وقالت هلم إلي، فقال معاذ الله أعتصم به وأستجير من الذي تدعينني إليه من خيانة سيدي الذي أحسن منزلتي وأكرمني، فلا أخونه في أهله إنه لا يفلح من ظلم ففعل ما ليس له فعله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد مالت نفسها لفعل الفاحشة وحدثت يوسف نفسه حديث خطرات للاستجابة لولا أن رأى آية من آيات ربه تزجره عما حدثته به نفسه، وإنما أريناه ذلك لندفع عنه السوء والفاحشة في جميع أموره إنه من عبادنا المطهرين المصطفين للرسالة الذين أخلصوا في عبادتهم لله وتوحيده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.